بعد ما عجبتكم شوربة فريك ودرنا بها البز، اليوم راح نديرو شوربة فيرميسل. ما شاء الله شوفوا كيفاش تجي خاطرة، ما تجيش معجنة، تجي سوسوة بمقادير مضبوطة. بسم الله نبداو الوصفة تاعنا على بركة الله. انا راح نطيب لا كوكوط، ديروا ملعقه كبيره مسمن، نزيدوا عليها كميه من الزيت، نزيدوا عليها اللحم اللي ما عندوش يقدر يدير الدجاج، البصل كيما راكم تشوفوا جوزتو في الاشواغ، الثوم، كرافس، حشيش الشوربه، نزيدوا عليها الحميصه، التوابل، الملح، الفلفل الاسود، العكري، القرفه، شويه راس الحانوت الخاص بالشوربه، حبه طوماطيش تكون مسكرفجه، ولا ما عندكش ديري صوص طوماط. حرك كل هذا ونخلوه يتقلى على نار قليله. هنا بعد ما تقلى لنا درنا 2 ملاعق طوماطيش، زدنا عليهم الماء سخون وملعقه سكر هكا كيما علمتكم باش تروح لكم لاسيديتي، وحطيت الخضر تاوعنا وخليتهم يزيدوا يتقلاو شويه يشربوا هذيك البنه. من بعد كي تقلاو لنا رحت مرقتهم بالماء يكون سخون وغلقت عليهم وخليتهم يطيبوا. هنا بعد ما طابت لنا الخضره تاعنا نحيناها، رحينا الخضرات تاعنا في الميكسور ورجعناها في لاكوكوط، ودوكا نروحوا نعبروا بلالوش. لالوش وحده تكون بيان بومبي كيما راكم تشوفوا تكفي. حطينا لها وحده اخر باش تزيد لها بنه، وغطينا عليها فقط. ما تغلقوش لاكوكوط ديالكم، طيب لكم مده 5 دقائق 6 وطفوا عليها. انا هنا طفيت عليها على بالي راح تزيد تتقال وحدها وتولي سواسوا. في الاخير راح نزيد لها رشه تاع حشيش الشوربه، راح تمد لها بنه على بنه، ووصفه جدا رائعه. اعتمدوها، ديروا حفظ للفيديو اكيد تحتاجوه. دعموني، بارتاج، ونلتقي في وصفات جديده ان شاء الله. سلام.